مرحبا حبايب قلبي، شلونكم وشلون الصحة؟ عساكم يا رب تكونون بخير. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وفلوج جديد يختلف عن سابق الفيديوهات. اليوم عندنا حملة تطوعية. يوم 1/7 عندنا مهرجان بالمدينة اللي أني أعيش بيها. طبعا أنا أحد المتطوعين، راح أخلي هذه البطاقات في المكان المخصص اللي بالألماني يسموه البريف كاس، إن هي البوكس الخاص بالرسائل، وهذه دعوات إلى كل اللي حواليه. طبعا أنا مخصص عندي طبعا 3 شوارع، 3 يسموه شت غازة، 3 شوارع، بأنه راح أخلي لهم هذه البطاقات بالبريف كاستين أو بوكس الرسائل الخاص فيهم. فتابع اليوم الفيديو الأخير، واليوم طبعا فيديو مختلف، وأتمنى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديوهات. فخليكم ويانا وخلينا نروح بهاي المحروسة. طبعا هذا حاليا أول شارع، مثل ما تشاهدون هذا راح اوزع البطاقات الى هذا اول شارع. راح نوزع البطاقات يمهم، خليكم ويانا. حاليا هسه احنا انطينا الاول بيت، هسه نروح على ثاني بيت، ذاك البيت الخلفي انطيناه، هسه راح نجي لهذا البيت. فخليكم ويانا. خلصنا البيت الثاني، رايحين على البيت الثالث. خليكم ويانا متابعينا الأعزاء. طبعا مستمرين بتوزيع البطاقات على المنازل. تقريبا هسه صار أكثر من 8 منازل احنا انطيناهم، ومستمرين كذلك توزيعها. وهم مثل ما تشاهدون متابعينا الأعزاء. طبعا صح، هي شغلة متعبة تقريبا مثل الدوتش بوست. يعني انت عندك 3 شوارع، يعني شوارع ترى مو قليلة، او 4 شوارع، وبيت بيت تروح عليه، او دار دار. مرات نقول الله يساعدهم. خليكم معنا متابعينا الاعزاء. خلصنا تقريبا اول شارع، وزعنا اكثر تقريبا من 30 او 31 بيت تقريبا، وزعنا لهم بطاقات. ظلت عندي بعد شارعين، فخليكم معنا متابعينا الاعزاء. هسه عندنا الشارع الثاني متابعينا الاعزاء، مثل ما تشاهدون هذا خلفي. طبعا عندنا الشارع الثاني، خلصنا الشارع الاول، هسه عندنا الشارع الثاني. فخليكم ويانا متابعينا الاعزاء، واتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ومشاركه الفيديوهات. فخليكم ويانا يا طيبين. متابعينا الاعزاء، طبعا خلصنا، ما ظل عندنا شيء ان شاء الله، كلها كم بيت لحد الان. طبعا فعلا شغله متعبه. ظل عندنا تقريبا شارع واحد، وهسه دخلنا بيه بالبدايه. خليكم ويانا متابعينا الاعزاء. طبعا اليوم كلش حار. واخيرا خلصنا كل الدعوات اللي انطيناها. طبعا راح اصور لكم الدعوه وتاريخ الدعوه ومكان الدعوه بالضبط. خلصنا طبعا 3 شوارع. حقيقة شغلة متعبة ولكن هو هذا العمل التطوعي، دائما ما يكون في تعب بدون مقابل، ولكن بنفس الوقت تحسب بأنه أو تحس بأنه أنت مسوي إنجاز. حقيقة هاي إنجاز، بأنه تقدر تسعد هاي الناس، تعطيهم الدعوات. طبعا قوة أتنفس. حبيبي متابعينا او احبائي متابعينا الاعزاء، انتظرونا فيديو جديد يوم 1/7، وراح تكون عندنا تغطية كاملة وشاملة لهذا المهرجان. اودعناكم متابعينا الاعزاء مثل ما وعدتكم. طبعا هذا الكارت مثل ما تشوفون هسه بالمقلوبي، بس احاول راح اقلب الكاميرا حتى تشوفوه. خليكم ويانا. منظمة هي اسمها هيلفكرايس، مثل ما تشاهدون. يوم السبت 1/7 من الساعة 1 ظهرا الساعة 5 عصرا مثل ما تشوفون. طبعا هنا راح يجيبون اطفاء، هاي دائما كل سنة، صار سنتين طبعا بسبب كورونا ما سووا، بس السنة راح يسووها ان شاء الله. مثل ما تتابعون هاي يجيبوها بعدين يخلوك مثل السلينج، يعني يصعد مثل هاي الكابينة
ويصعدون بها الجهال فوق يعني. يصير مثل الكابينة هاي مال اطفاء ويخلون بها الاطفال طبعا بدون مقابل. اللي عندهم ماهس بالاطفاء ما تشاهدون. هذا موقع المنظمة، رقم الحساب البنكي والى اخره. هذا طبعا انا نهيت الفيديو قبل شوية، ولكن انا حتى اعطيكم توضيح بانه هذا الكارت متى وش وقت والتاريخ والوقت. تحياتي لكم يا طيبين، اودعناكم.